السلام عليكم يا حبايب. بحكم أنه انشغلنا كثير في أتون السياسة وفي الصراعات التي لا تنتهي في هذه البلاد، التي يمكن خلق الله فيها البلاء والهموم والمشاكل والأحزان، فحبيت أني أوجه رسالة أحسبها نصيحة من أخ. يا أخوة، اليوم يوم جمعة، ويوم يجب علينا جميعا أن نستفيد منه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. والله يا أخوان، أنه كلنا أهل ذنوب وأهل تقصير وأهل معاصي وأهل تفريط، لكن نسأل الله أنه تكون بذرة خير، أنه نرسلها للناس، فما تدري أنه الدال على الخير كفاعله. ممكن نصيحة تنطلق منك وينفذها فلان وفلان وفلان، يستغفر أو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي عليه، فالحسنات هذه تأتيك يعني بشكل، فالدال على الخير كفاعله. وهي كذلك أيضا قلنا أنه كلنا أهل تقصير وأهل ذنوب ومعاصي، فلا بد أن نراجع أنفسنا. وقت قصير، يعني اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على الرسول، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فهذه من الأشياء المستحبة يوم الجمعة. كذلك الاستغفار يا أخوة، الواحد سواء كان في المقيل، سواء كان في عمله، سواء كان في بيته مع أهله، سواء كان في رحلة، كان في سفر، كان المسألة بسيطة، اللهم صل على محمد، ما بتاخذ منك وقت، وبهذا يكون ربنا يصلي عليك بكله. كذلك الاستغفار يا أخوة، نحن بحاجة ماسة إلى الغيث، إلى الأمطار بدأت تنحسر من سنة إلى سنة، خاصة في يافع والمناطق المعتمدة على الأمطار، وهذا كله بفضل أو بفعل التقصير. فلكن لو كل واحد مننا في يافع قال: استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، يعني 3 مرات باليوم، والمجتمع تحول إلى مجتمع مستغفر، هذا إيش بينعكس عليه؟ الغيث، الرحمة، الأرزاق. فيقول الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهي نصيحة لي ولكم، وأيضا لمن نشر هذا المقطع، فنسأل الله أنه يمن علينا بالتوبة والعودة إلى الله، فكلنا مقصرون وكلنا نرتكب الذنوب والمعاصي، ولا أحد معصوم. ولذلك يقول النبي: والله لو أنكم لا تذنبون لأذهب الله بكم، ولا أتى بأقوام يذنبون ثم يستغفرون. فلهذا خلق الاستغفار، لأنه في ذنب. فهذا يدل على أن ربنا عز وجل رحيم بنا، والمسألة مسألة بسيطة. كل من ارتكب ذنب أو معصية أو لا يأس من باب الله ويترك الباب مفتوح. عموما ما عاد بطول عليكم، هذه قضية خطبة جمعة. استودعكم.